لك معقولة هذا انت تسوي بنفسك؟ لك انت شنو من بشر؟ لك حبيبي فهمني، اشتري حياتك مقابل معلومة بسيطة. لك انت كتبت نفسك على الفلوس، شمال الفلوس مو الك، لك انت شنو من بشر؟ شنو؟ لك بابا عوفني، الحق يسعودني. ارتاح. شلون صرت اخوي؟ لك شوفها يموت. سلامات. حبيبي سلامات اخوي. حبيبي سعود الله يخليك. الضبابة ناديني على الضبابة اذا تملل. بلل. وهاب شوف لي واحد من الاطباء بسرعه. اقعد، المكان ما يسع. تعال مو درشك، اقعد. انت شنو انت؟ مو بس انت شويه احساس. اقعد، اسكت لا تجاوز. احساس شنو لك انت؟ انت مصير علي. صبرت لك هوايه. شهدت لك. العن والديكم اليوم اخليكم للصبح هيك واقفين. هذا وقد صرح جورج دبليو بوش
في خطاب متلفز أن بلاده مستعدة لمهاجمة العراق حتى دون تفويض أممي، رغم التقرير الذي قدمه كبير المفتشين هانس بليكس، والذي تحدث فيه عن تقدم طفيف في تعاون العراق مع الخبراء الأمميين. ووزير الخارجية فرنسا دومينيك دو فيليبان ينتقد بشدة في خطاب شهير في مجلس الوضعية يا بنتي ما تطمن. الجيوش نزلت للخليج، ناس تقول اكو حرب وناس تقول هذا استعراض قوة، وهنا اكو لا مبالاة والامور عادية. الظاهر ناويين علنية منرمين. الله يستر على الناس واحنا من ضمنهم. ايش بدي انا؟ هاي قسمتنا، تعلمنا على الحروب. على كل اقول بنتي، انتي شنو رأيك بطلب استاذ سهيل؟ والله ما ادري منرمين، يعني انت تعرفين وضعي من يوم ما انحبس زوجي لحد الان. أنا معتمدة على أبويا ومرات أخويا، وأختي لقاء كل 6 أشهر تدز لي هالورقة والورقتين. هسه أبويا مريض وما أريد أضغط عليه، وأخويا قاعد، ولقاء تعرفين صاير لها مدة طويلة حتى تليفون ماكو بيناتنا، فأني ما أعرف شلون أجازيك. هو أني شو مسوية يا بنتي؟ شو مسوية أني ما أنسى موقفك، غطيتيني من راسي لرجلي، بس يعني ما أفكر أجيبها منا أردها منا الأولاد ومدارسهم. بنتي هو محتاجك دوام العصر، تعرفين العصر تكثر طلبات المطاعم والمحلات ويحتاج إلى تسليم واستلام، وهو مو موجود. إذا على الأطفال فأني مستعدة أجيبهم يمي. وانتي شنو ذنبش تتحملين مسؤولية؟ لا ذولي أطفال يحتاجون قراءة وأكل وشرب وغسل هدوم، يعني أنا إذا أطلع من الصبح للمغرب إيش راح يشوفون من عندي؟ مو أني أخاف ليشغل وحدة العصر وهاي تطلع لها فيكة، أني أقدر أداوم من الصبح للعصر. شلون؟ هو بمصلحة وبكيفه. شلون شفتي؟ ما نقدر نحكم بالأول، بس إذا آدمي وابن حلال أخليه فوق راسي. إيش رايدة أنا؟ عفي عليك بنتي، أني أستأذن. تبقي يمنا للعشاء، أنا مجهزة كل شيء. لا والله تسلمين حبيبتي، هلا بك، أهلا وسهلا منى. تفضلي. خطوة عزيزة، أشكرك يوم. أشكو. العفو سيدي، هذا قاطع 9 بقمر سيدي، وهاي كله مشاكل. هذا داغر ابو فتشي وهاي يسوي مشاكل سيدي. هيك ها؟ التفت. ما تستحون؟ شنو انتو؟ سجناء لو شقاوات؟ ها؟ سيدي هذا اول ما اجى اعتدى على هذا الولد التعبان. اكيد سامي، مو؟ بلي هو سيدي. وما سويتوا له شارة لهذا؟ ناوي سيدي المدير دز المدة الطب بكتاب، واحنا يوميا ناخذ للطبابه والرجعه، ياخذ اوبر تسكين ومسكنات، بس دخنه بيه سيدي دخنه. سيدي هذا المريض يحتاج لعنايه، وهذا داغر دا يضايقه ويضغط عليه ودا يأذيه. ايش رايد منه داغر؟ سيدي انا ايش رايد منه؟ اريد انام بالقاوش ما يخلوني، عبالك القاوش مالتهم. سيدي هذا احكي. سيدي هذا بس يقرر بالمريض، اعترف وما اعترف. شنو هو شرطي بنصنا؟ يعني حتى السجناء كلهم انتبهوا عليه. سيدي ذول يحتاجون تأديب، وهذا داغر جلدناه 20 جلده وما تاب. جاز، ما اقبل اي عقوبه بخفارتي اني، لا جلد ولا فلقه ولا غير شيء، مفهوم؟ خاصه بخفارتي اني. امرك سيدي. سامي تدزوا للطبابه ويبقى تحت عنايتكم، مفهوم؟ تيتي تيتك شنو؟ معب؟ هذا سجين تحت امرتك ووصايتك، تحافظ عليه، فهمت لو لا؟ من عيون اثنينات سيدي، عاجل مستعجل ادز له النقاله. وانت داغر
عيب، تعرف يعني شنو عيب؟ سيدي اسمع، دا اقول لك داغر، منا وهيك اي مغثه من عندك ما اقبلها، ترى ما حد يحميك، فهمت لو لا؟ وانتو كل واحد يرجع بمكانه ينام. وانتو تحركوا يلا، كلكم مشاكل. ايش تبين دكتور؟ شنو ايش تبين؟ شنو ايش تبين؟ كلية تعبانة والثانية منتهية واعتقد راح يصاب بتسمم. يعني يعني راح يموت. يعني دكتور لو تدري انت هذا يعني السيد العميد شلون مهتم بسامي ومنصبيه. اجعاز، قل للعميد مزاحم هذا انسان. تفضلي. شكرا، قبل شوي شربت شاي. ما يجوز التحليل؟ تسلم. عفوا. ها بشري، شلونك يا الويندوز؟ يعني حاولت بس يعني شوي اكو صعوبة يعني. شوفيني فتح البرنامج لو. لا ست غادة، إذا تسمحي مو هيك شيء زي الماوس، هيك. أنا بعلاطفك وبنفس الوقت عنك. أرجوك أستاذ السهيل، يعني أرجوك لسه عني منك. شبيه وجه العندليب زعلان؟ هاي القهوة جابها أستاذ سهيل يقول ست غادة حتى يعدل مزاجها. شوفي شلون يدللك. واضح واضح. شبيك؟ خير؟ عزيزي، صار الساعة بالخمسة. أم نرمين، العفو، أوكي. أم نرمين مطعم الأوائل راح يجون زوديهم بالكمية. أعصابك بنتي، اخذي الناس بعقلك حبيبتي. هذا منو؟ لا ما صار شيء. لا يبقى بس واحد منهم. ضبط الاسماء عندك؟ ضبط الاسماء وكل الموافقات. بس انا اريد هدوء، دير بالكم. اي هوسه، اي خربطه بالسيارات اعتبروا نفسكم سجن انفرادي شهر. السلام عليكم. جاهزين؟ جاهزين سيد. السيارات برا جاهزة؟ كلها جاهزه السيارات. الموافقات الوصولية تامة؟ موقع عليها سيد العبيد كلها كامله. ماشي سلمان، يلا توكل وباشر. ممنون سيد. يلا صيح الاسماء. اسمع، اللي ينقى اسمه ينعزل هنا يوقف ويلم فراشه وينتظر ساعة الرياضة، زين؟ يا فرج الله. عفو؟ لا نقل. بس لا للآخرة. ايش قلت لك؟ غير لما اسمع اسمي تقلوب القائمة. لا انت راح تبقى هنا يمنا بمكان ثاني. سيدي هو انا ايش قلت؟ اسكت. التلميحات الجارحة ما تخدم السجين، انت محكوم وتحت رحمة سجانيك، فاحترم نفسك وحسن الفاظك والتزم، زين؟ على وقتك انا ما قلت شيء. اسكت لا كسر عظامك. بس. وهذا دوير غير ملعون السلفة. وبس هذا سيدي. عامر يبقى بمكانه. مرحبا عيني. اهلا وسهلا. مرحبا. بلا زحمة عليك، اقدر استخدم التليفون؟ تفضل. شكرا جزيلا.
تفضلوا بلي معمل. فد لحظة. ست غادة. ست غادة. نعم. تفضلي مكالمة. الو. الو مرحبا، شلونك عيني ونزار؟ هلا بيك، انا من سهور، اخت عامر صديق سامي. يا هلا، اهلا وسهلا بيك انا وعيني. الله يسلمك، الحمد لله بخير. اقول لك دادا جهاد شلونهم؟ ايه الله يخليك. بلا زحمه عليك، كنت اسالك على مود يوم المواجهه، ايش وقت نقدر نزرق لهناك؟ الخميس. يعني مو شرط الا تجين انت بالبيت. انا انطيتك رقم التليفون نتخابر اليوم، اذا تردين اني امر عليك. لا يعني مو شرط الا يكون موعدنا بالبيت، خارج البيت ممكن. طيب العفو من خصك. ايش قد؟ اوكي عافية. ترى اليوم أربعاء لا تنسين. اي صار عين صار. اوكي اني امر عليك. مع السلامة. شكرا استاذ سهيل. عفوا ست غادة. عفوا بدون زحمة. نعم. هاي مسؤولات معلوماتها تدقق هنا بهذا، ممكن؟ اوكي طيب. نطلب السماح. على شنو؟ مو احنا تسببنا بزعل الولد، والولد من يزعل ينعكش، وحتى الله سبحانه وتعالى ما يقبل الولد يقبل ينعكش. استاذ سهيل، اني دا اقوم بعملي، يعني دا اقدم خدمه مقابل اجر. بعدين المهم سلامه النيه، احنا مو هيك اتفقنا؟ معلوم على هامتي. اني اقدر انت شاب ومندفع، بس مو كل مدعبه الجوز. بلي سيدي، ودعتك سيدي، ردنا نعرف حقيقة هذا المصدر. سيدي، احنا عملنا جمعناه بناء على تلميحات السيد عميد مزاحم. نعم؟ بلي سيدي. لا بأس، لا بأس سيدي. تفضل. بلي انتظر. جماعة الحشيش شعرفته. خشخاش أفغاني بده يعالج بقرية بشرق خانقين، بده يمهدون الزراعة بحقول تجنبية. نعم سيدي. إذا سيدي المفروض نعرف مصادره للعميد مزاحم، ولويش دا يعرقل هاي المهمة. نعم، هاي العرقلة الغير مباشرة اللي عملنا ليش؟ نعم سيدي. بخدمتكم. بخدمتكم سيدي. أهلا وسهلا. اللي توقعته. موسى طلع فرعون. نفذنا الأوامر سيدي. وطلعت السيارات؟ نعم سيدي، سيارة سجن ديالى وسيارة لخ سجن البصرة، و20 واحد من مراتبنا هم يقومون بالخفارات. ميدان ايش بيه؟ سيدي هذا مخرف شوي، شايب صار. يرمي حجار بالظلمة. فقلت يا راد لجرة إذن لبيتها سجن انفرادي مكان الولد عامر مدة يوم واحد. عافية سلمان، والله دائما اقول ما عندنا احد هنا يضبط هاي العنابر غير سلمان. اشكرك سيدي. اخونا شلونه؟ اخونا بالله سلمان. اخوك منو سيدي؟ والله نسيبك. والله باين عليك كبرت سلمان. والله سيدي ما وصلنا القصد. قالوا متجر به. صحيح سيدي، هذا شاب غر عدو نفسه. بعدين نسيب يعني مو من ترباتنا، مو من اصلنا، ونسيب يبقى نسيب، اذا صعد واذا نزل يبقى غريب مهما قرب. بس اكو نسيب اخو وحزام ظهر. اكيد سيدي. عاد طلعت بشي من دقك لهالنسيب؟ سيدي الدقي فك الحين. لا خفف عليه شوي. سيدي هذا حق،
قلبت اخته لو زعلت يمو يتكدر صفو البيت والعائله، وانت عندك جهال يا سلمان. سيدي الحق حق، اني يهمني حق الدوله، بيتي مالي شغله. وصلني تقرير الملاك بخصوص القوانين والتقاعد، تعرف قوانين، قلت الا اخوي سلمان عضيدي. اشكرك سيدي. بس هالعضيد اريد اخبار منه حلوه. واجب سيدي. ينطينا حق الحكومه. اكيد سيدي. يابا بربي، واني يميني ما ينزل القاع. اعرف سيدي. ادزك دوره 6 اشهر واشد لك على الجتاف وحده منا وحده منا، صح؟ كفو منك سيدي. وكشوفات الملاك والتنقلات والإحالات كلها خلي لك إياها وأشمرها على الرفوف. رضيت؟ شلون ما أرضى سيدي. مطعم النورس؟ يعني الكمية مالتكم جاهزة. شنو في الساعة؟ إذا تأخرت عندنا تقولون بردت الكمية. زين زين. أوكي، مع السلامة. غادة تفضلي قدامي. وين؟ على الغدا، الغدا جاهز. بس أني ما مصير. ما يرد الكريم إلا البخيل. بعدين نعتبرها عربون سماح ومصداق أخوية. أنتِ مو عائلة أخوي؟ طبعا طبعا. خلاص تفضلي قدامي، الأكل راح يبرد. بس أستاذ السيد. لابس ولا تفضلي. صار. سيدي سمعت اكو عفو بهاي الايام. أتوقع لأن راح يصير عفو مثل هيك شيء. زين، هذا يشمل عصابة الشركة؟ أكيد إذا قرار قضائي لا، بس إذا قرار من جهات عليا أكيد يطلعون. يعني المبالغ المسروقة على كف عفريت. بهالحالة احنا لازم نسبق التوقعات. شلون يعني؟ نعيد التحقيق ونرجعهم مرة ثانية؟ بعد شو نسوي؟ ما أدري اللي أخشاه لا هذا عميد مزاحم يستغل الموقف ويخطط النفس. يعني هذا واضح من تلميحاته انه اي اعتقد مقابلته انه لازم نشوف شغلنا احنا، لازم نشوف شغلنا ونستعجل بامورنا لان ما يصير بالشكل نفسه. خلي كل التوقعات مفتوحه ان شاء الله. هاي ام زهور شلونك اليوم؟ غير على كلام الطبيب لا أصعد الدرج ولا أتعب نفسي، بس نوبات دا أحس نفس الضيق علي. ما يخالف ان شاء الله بسيطة والله يشافيك يا حبيبتي. اقول اكلي زين وتصيرين زينة، فد يومين ناخذ التحاليل ونوديها يم خالتك بمدينة الطب. هو قال اي لا أحد الجاي يجي البروفيسور وهو موجود حتى يحكي وياه. ان شاء الله من نال الاحد ايش عندنا نروح. اقول يوم زهورة باليوم انا عندي مشوار اريد اروح له وخايفة من يحسوني بالذات. ليش؟ لأن لسان اخاف يجي ابوك ويحكي له حكاية قدامه، وتدرين ابوك بس يلزمنا لزمه شي يخلصنا من حكاياته ولسانه وسؤالاته. ليش وين تردين ترحين يوم؟ بصراحة بيني وبينك معلوم دا أحس وقلبي عالمني خالك عامر بالسجن يم أبوك وضام علي. يضم عليش؟ خاف على سمعته. إمو مكسورة خالك كبيرة، بس شو أسوي شو أقول؟ أخوي أعوفه؟ لا طبعا أنا مشتاقة له هواية. أنا إيش قلت أخطف رجلي أروح أشوفه وأرجع. للسجن؟ لا مو هسه، بس هسه أنا عندي مشوار أروح أتأكد وبعدين أعود أشوفه. وبعدين ليش هو السجن وين؟ هياته شمرة عصا نص ساعة بالسيارة. إذا شافك بابا يكره خاله عامر وما يريد يجيني، حتى خلاك ما تشوفين أهلك. مشاكلهم هواية وأبوك بالدولة ويخاف علينا. هسه يمه إيش قلتي؟ كيفك؟ بس أخاف. لا راح أكون كلش حذرة تخافين.
تسأخرين هواية؟ لا ماما، هي ايش قد يعني؟ خلي ساعة طريق وساعة أشوفه وبعدين أرجع، بس مثل ما اتفقنا. افترضي ما موجود. عود أرجع، بس المهم أتأكد. شو أسوي يعني؟ تدرين شو تسوين؟ تلزمين أخوتك سلمت وحسوني. أخاف واحد من عندهم يفلت له حكاية، وهذا أبوش تدرين إذا فتح لنا محضر شي خلصنا بعد، ويروح يقول له راحت الخالو جتي منا، راحت منا، تفهمي راحت للطبيبة تحجز يمها وتجي. افتهمتي ماما؟ زين. دير بالك. شلون ابو زهور؟ هلا بعرف جعاس، هلا حمزين جيت، محتاجك بشغله. قول ابو زهور. قول انبار 7 خطيه، ترى عافهم العريف والنقل. عريف وراح اريد مكانه. صار ابو زهور. الله تنهلا بيهم خطيه. تدلل. اريدهم اليوم 20 يطلعون الحمامات. يغسلون كل واحد ربع ساعه. فتغسل زين، وهاي الوساخه اللي على جلدهم خلي يذبوها. وبطانياتهم شاشفهم. هاي بطانيات شراشف القلاقل كلها يغسلوها يذبوها بالشمس. كل واحد ربع ساعة، وبعدين تطلع الوجبة الثانية. وغداهم شلون؟ النظافة قبل الأكل، خوي. راح أجيب لهم معطر جو. شباب تريدون جقاير؟ سامعون. شلونك هسه؟ يعني عايش على المسكنات والمغذي والمدرر، بس شنو الفايدة؟ يخلص مفعولهن وارجع انتكس. صير زين صير زين. انت وين ودك؟ أنا حكايتي حكاية. الذوق مو وبالانفرادي. قل لي الإدارة لو كلها. زين ليش؟ ما تعرف ليش؟ ما تعرف ليش؟ سامي، ذولا عندهم هدف محدد يردوه. هاي أمها وهاي أبوها على قولتك. واحنا ايش نقدر نسوي؟ بيدنا كل شيء. شلون؟ يردون $1,000,000 ندفع، أقلها نشتري حياتنا. أنا بالله فد واحد عزوبي وما عندي التزامات، وين ما أنام بسوق التجار، بالمكاتب، بكل مكان أنام، ما يهمني. بعدين أني منبوذ من أهلي وأخوتي. أنت ليش؟ أنت شو ما شاء الله عليك، عندك مرة فاضلة وعندك أولاد زاهد لهم الدنيا. بعدين أنت إنسان متعلم وخريج جامعي. عامر أنا هم مثلك منبوذ لأن ما حد يشغلني لتهم عجيبة، ومنبوذ لأن ما عندي أحد أذب حمله عليه، ولا صاية ولا رأس مال. خلينا بالمليون. أنت أصمد وما عليك. أصمد على شنو؟ شو دا أصعد فلقة وانزل جلد يا معود. أنا أسبوع هنا أموت بعدين وراه. بعدين أنت تعرف وضعك شنو؟ أعرف عامر، كلية ممرودة ومحاولة خراجات، الثانية تعبانة. أنا دا أموت. وليش تموت يا سامي؟ ليش تموت؟ مو يقولوا لك نوديك أحسن مستشفيات، بعدين مو وعدوك قالوا لك ننقل لك كلية من المعدومين. كذب، كله كذب عامر. هذا لقط، حتى الحمامة تنصاد. لا كلية ولا مستشفيات. أنا مصيري مثل مصير نجم، أموت لا محال. زين، وبعدين شلون؟ شنو شلون؟ هم رادين فلوس واحنا ما عندنا. عامر ترى $1,000,000 كان بالنسبة لي حلم، وهسه أصبح وهم.
اجوا جماعة الداخلية. شفتهم بعينك؟ السيد المدير طلع العاصمة بدورة الترقية والمساعد خفارة العصر وملازموه العصام بالثقيلة. الإدارة مفتوحة، خلي يقعدون بالإدارة وما نطردهم. استغفر الله، مو يريدون واحد يتفاهمون وياه. موجود جعان. هو شو الفهم هذا يتشفص؟ بابا مقربين للمدير، بعدين يعرف يحكي ابن عشاير مؤدب مرتب. هذا رايك، بس الناس جوا. يلا روح انت وانا جاي وراك، يلا. شلون مكان؟ تدرين انا بحياتي ما دخلت محل، شلون دليتي؟ هاي من كنا طلاب اني وسامي بالتكنولوجيا، كنا نجي نلتقي هنا يعني نسولف اني وياه، فلذلك المكان ظل ببالي. عموما يعني هسه اخوك ويا سامي اثنينهم بنفس المكان. تاكدتي؟ حلي ايدك، كل الناس عبيدك، عندك امل نروح لو اروح لوحدي؟ لا شلون؟ طبعا، بس انا ايش قلت اروح وارجع قبل الساعة 1. شوفي، مو هي المواجهة بعد 9:30، يعني احتمال بال10، فأنت تريدين تشوفيه لو حكي عندك وياه؟ لا أشوفه. خلص لعد بكرة الخميس ندز الأولاد للمدارس ونتوعد هنا ب8:30. صار إن شاء الله. يعني حاولي من تجين تجيبي وياك يعني فد معلبات، لحوم معلبة، فواكه خفيفة يعني. هاي بسيطة، بس أنا قلقة. بالنسبة لزوجك لا تخافين، راح أدخل الأول أدز على سامي أحكي وياه وأشوف أتأكد أخوك موجود، إذا هاي يصيحه هو. زين واني؟ أنت تبقين قاعدة بغرف المواجهة لأن أشوف زوجك هناك أو لا. صدق أنا ما أعرف زوجك. لا هاي ما فاتتني، جبت صورته وياي. زين، هاي الصورة ممكن آخذها بقيها يمي؟ اي ليش لا؟ خلص لعد على اتفاقنا. ماشي صار عيني. اهلا 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 وسهلا، اهلا وسهلا مفوز سلمان. ما شاء الله اسمك يلعلع بالداخليه. اشكرك سيدي. اقول مفوز سلمان، عندي كم سؤال اريد اسالك اياها، ممكن تجاوب؟ تفضل سيدي. شنو قصه هذول السجينين اللي عندك، عامر وسامي؟ قصة سيدي؟ قصة عامر هذا اللي تتعذب بيه وهو نسيبك. نعم. استريح استريح، تفضل استريح استريح. يزعل يزعل نهبتهم المساكين نهيبه. لا النهب يوم المواجهة، الكباب والدولمة والشيخ المحشي. قل لي ذول جماعة الداخلية ايش عندهم؟ من فاتوا وشافونا طلعوا المفاتيح بباب المراتب. صاحن العقيد. ايه وش قال لك العقيد؟ سألني أكذب؟ لا مو بالحيف، ولو اتفضوا على مود ماعون تمن. يا أخ منك يا أخ يا ظالمني يا أخ. أكيد حكيت لهم عدق والمدقوق بالسرداب جوا. لا هاي يدري بيها. شلون؟ شنو يدري بيها؟ حكيت عن دوخة الإدارة بعامر وسامي المريض. اي وبعدين؟ ايش بعدين؟ ده تحقق وياي اعرف اشعاز، صحيح انت عريف بس انا نايب عريف عندي قدم. لا تدوخني، بعدين شنطتهم المعلومات؟ ثلث اللي رادوه. ثلث؟ هاي شلون حسبت عيني؟ مو ذا احكي نص الحكي انت تروح بالرجلين، واذا احكي كله انت وعميد مزاحم تنقرف الحكم بدون شادر وقهوه. نمر شاهد البيت شتال. ما دام من اهل البيت ما يروحنا من الطيب نصيب. نصيب ايش؟ لحسه اعرف قايم الداس على المليون، واعرف يا ما قضايا ما لقت حلها بالمحاكم هنا لقت حلها. منو اللي امر بحجز السجين عامر انفراديا؟ أنا سيدي. انت؟ نعم سيدي. عجيب.
يعني ماكو هنا ضابط؟ ماكو مسؤول؟ شنو انت تصرفت بكيفك؟ سيدي احنا رؤساء الاقسام عندنا صلاحيات، يعني السجين اذا حب يشاغب نعاقبه. وانت عين بحكم صلاحياتك تصرفت؟ نعم سيدي. عندك تخوين؟ تخوين يا سيدي، عندي رئيس عرفاء وحده وعندي صلاحيات قانونيه، وانت عسكري تعرف. هذا حز انفرادي. عندك امر من اوامر القسم الثاني معلق او مصدر من قبل ضابط؟ تخويل شفهي يا سيدي. ما تهسجين بالانفرادي؟ سيدي احنا ما نتصرف الا بشهاده مراتبنا والسجناء اللي لهم علاقه بالموضوع، يعني اللي واقع عليهم الحيف. زين، افرض هذا السجين مات والاداره تنفصلت، انت شنو راح يكون موقفك امام القضاء، امام اهله، امام العشيره؟ سيدي احنا نصرف وفق واقع الحال، يعني المراتب من يروحون لاهلهم الضباط واداره السجن، والضابط الخفر بعد الدوام يمكن يروح على غير قاطع، احنا نتصرف مكانه. زين سلمان، شو تقول بالفرقه؟ هم هاي بيها تخوين؟ سيدي الفرقه اجراء تاديبي، يعني احنا ببيوتنا الولد اذا شويه شاكسوا نشيلوا فرقه. هاي ببيوتكم، بس هنا عند الدوله القانون يبيح لك ان تشيل واحد فلقه؟ سيدي زين، نفرض انه الاداره خولتك بالانفرادي، هم خولتك بالتعذيب؟ سيدي التأديب مو التعذيب، التعذيب تتبع بعض الجهات القانونية لانتزاع الاعترافات، واللي عندنا سيدي محكومين، والتأديب للمشاغبين. بعدين سيدي احنا ننصحهم نأدبهم نوجههم، بس المؤذي للسجناء شو تسوي له؟ حبسه، هو محبوس سيدي. بس التعذيب ممنوع، اكو منظمات دوليه لتفتش السجون، واكو وثائق بخصوص حقوق الانسان بلدنا موقع عليها. شلون انت تتصرف عكس هذه المواثيق الدوليه وعلى الضد من توجيهات الدوله؟ مو هذا يحرجنا قدام العالم. قل لي شنو؟ احنا دوله ارهابيه؟ لا سيدي، بس لا عاد نستافي بالمساجين. ليش؟ بعدين هذول امانه باعناقنا. اسم السجن دار تاهيل الكبار، مو شجب وتعليق وتعذيب، لا، تربيه وتنظيم وتهذيب. ترى انا مو بطويل. عفا عليك يا معود، ان شاء الله العمر الطويل، ان شاء الله تطلع من هالمحنه براس مرفوع، وتفرح بنزار ونهى، وتسعد اختنا العزيزه ام نزار بيك. ما اظن. لا تشاء، كل شده وراها فرج. انا ما اشوف بيها فرج، وصحتي ساعه بساعه بتنازل، وذولي وعودهم وعود عرقوب، وما من وراهم امل. خلي املك بالله كبير. امنت بالله، بس احكي يا عموري، امانتك ولدي وامهم، اذا الله كتب لك الحياه وتطلع منها لا تقصر وياهم، دير بالك عليهم. ان شاء الله ما اقصر واوفي الصحوبيه، بس اني متفائل بالايام الجايه. امريكا مسويتها عنجانيه وجايبه كل جيوشها بالخليج، والدوله بهيج حالات تنطي عفو. تتذكر حربنا اللي فاتت؟ العداني ليش اوصيك بيهم؟ بعيوني سامي، بس انت هم تعرف العين بصيره والايد قصيره. يعني اني لو عندي ما اقصر، لو بس افتهم هذا المليون وين راح؟ فص ملح وذهب، وين وليش ما تعرف. هذا التقرير وصلنا عن طريق وزاره العمل ومراتبنا هنا. زين، عن التجاوزات اللي بدك تقومون بيها هنا. تجاوزاتك سلمان، تجاوزاتك انت اتجاوزت هوايه، وهاي تستحق عليها عقوبه، ويمكن تحال الى محاكم. يعني ما عندي شيء يعني
واجبي حماية السجن والسجناء، ما حد يتعوق جويدي ولا مات. ابدا ما حد تعوق ولا مات ابدا. زين اقول سلمان، انت متزوج؟ نعم سيدي. وعندك اولاد؟ ولد 2 وبنية عندها مرض بالقلب وبالزيت. شفت؟ يا سلام يا سلام، هذا كله شنو؟ من فعايلك سلمان. شو مسوي انا سيدي؟ شنو مسوي؟ كل هاي الفعايل وتقول شو مسوي؟ شفت نقي فوزي؟ كل هالفعايل ويقول سلمان افندي شو مسوي اني؟ سلمان تدري هاي تروح بيها اعدام، اعدام، تدري اعدام. سلمان صدقني تروح بالرجل، الكل تتبرى منك، ما حد ما يوقف لك، حتى اللي كلفك بهذا الموضوع اول واحد يعوفك وحدك. اولاد 2 وبنت مريضه بالقلب وزوجي. ايوه سيدي، ما حد لهم بالدنيا غيري. اقول سلمان، ايش قد عندك خدمه؟ سيدي 25 سنه. 25 سنه، شفت؟ 25 سنه وتضيعها هيك. 25 سنه. زين افرض انت انحكمت بالاعدام، ما نقول اعدام، نقول مؤبد. 20 سنه، 15 سنه، دول وين يروحون؟ احكي لي، لمن يروحون؟ شنو مستقبلهم؟ احكي لي. سيدي الواجب. ملعون ابو الواجب، ملعون ابو الواجب سلمان. الواجب اللي يدمر شخصيتك واللي يدمر مسؤولياتك سلمان. سلمان، اي واجب هذا اللي يخليك تعذب الناس سلمان؟ احنا جهه تنفيذيه تهمها، مسؤوليتنا حمايه المجتمع. نعم حمايه المجتمع، مو تتعدى عليهم، وهذول مواطنين عد الدوله. رحت له مره وما لقيته، زين، ورحت له مره ثانيه ولقيته تو جاي من السجن.